السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، في صحة وفي سعادة وفي راحة بال من رب العالمين. النهاردة ان شاء الله برضو مقدمة لكم فيديو جديد من سلسلة فيديوهات التوفير. تعالوا نشوفوا هنعمل ايه في الفيديو ده. اتمنى يا رب كده ان فيديوهاتي تكون بتعجبكم وبتنور رضاكم، اتمنى ان مشاهداتي تكبر علشان خاطر قناتي تشوف النور. بصوا بقى، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، حلو كده منكم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي ونبدأ الفيديو. اول بقى ما صحيت من النوم كده قلت ايه، اشرب كوباية نسكافيه. على فكرة دوت تاني يوم ما انا صورت الفيديو، مش اول يوم، ده تاني يوم ما انا صورت الفيديو، لان يوم ما صورت الفيديو دوت انا الفيديو دوت طويل وفيديو يعني تقيل كده، وفيديو حلو قوي وفيه نقاط حلوة قوي للي يعني هيدخل يستفاد من الاكل اللي انا عاملاه دوت. اكل صعب بجد، مش اكل سهل، وبياخد وقت كبير وبس. معايا ان شاء الله هتعملوا الحاجات دي، يعني انا عامله الاكل دوت في يوم واحد، غير كمان عملت اكل ليهم. تمام، بس الاكل ده انا شايلاه رمضان خلاص. فتعالوا بقى شوفوا معانا احنا عملنا ايه. جبنا بقى توابل عشان خاطر رمضان، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، كاري وكركم. تمام. انا بصوا يا جماعه شيلت الكوبايات بتاعه التوابل دي. فيها 6. تمام، في 6 وفي 12 دورين ورا بعض، بس انا الصراحه كنت جايباها السنه اللي فاتت، مش جايباها السنه دي ولا حاجه. فده ايتن، الله يسامحها يا رب، كسرت لي كسرت لي منهم كوبايه من بتاعه التوابل. بس الحمد لله، يعني هو ايه، شغال يعني شغال. فانا غسلته ونضفته وخليته زي الفل كده، وابتديت ان انا ايه، ابتديت بقى هنا اضيف بقى التوابل كده. دوت اول حاجه حطيتها ده توم باودر. بصوا الكوبايه مفتوحه من فوق، ناحيه مفتوحه كده، وناحيه يعني ايه فيها اخرام كده، عشان خاطر لو انت حبيتي ترشي يعني للرش. فانا توم باودر، بصل باودر، ده فلفل اسمر اهو. تمام. وكاري وكركم. هفضي كل التوابل اللي معايا بنفس الطريقه. انا غاسله الطقم دوت ومخليه زي الفل. بصوا ده بصل باودر، واول حاجه توم باودر، تمام، وفلفل اسمر، وده كاري وكركم. بس الكوبايه السته الحمد لله بقى ايتن قامت بالواجب وكسرتها، فهو ناقص واحد يعني، بس هو ماشي الحال الحمد لله، على بال ما ايه، ما نبقى نشتري واحد. انا كنت شاريه السنه اللي فاتت كان ب 100 جنيه، كان ب 100 جنيه. خلاص، منه بيتحط على الرخامه كده وشكله حلو، بس ايه، او ممكن تحطيه برضو على بعضه كده في ضلفه المطبخ. خلاص. هما المفروض 6 علب، في كمان منه 12، يعني في منه 12، بس انا جبت اللي هو الستة. قلت انا هعمل ايه بال 12، بس والله فعلا ال 12 عملي جدا، يعني اللي هيفكر يجيب انصحه يجيب ال 12. تمام. المهم بعد كده بقى تعالوا بقى نشوف بقى احنا الاكل اللي احنا هنعمله. الاكل دوت بصوا، طبعا للي لسه بقى متجوزين بقى جداد بقى وكده ودخلوا بقى مثلا في بيت عيله، ولا جوازهم بقى بياكلوا الحاجات دي. ف يعني يتفرجوا على الفيديو ده، هيعجبهم ان شاء الله. دي كرشه. تمام. بصوا متنضفه وزي الفل اهي، شايفين النظافه بتاعتها، طبعا شمعة منوره بت بتقول يعني هي بتحكي عن ذاتها. تمام. انا الاول قبل اي حاجه بحط الكرشه كده من غير تقطيع، ده سهل اسهل ليكي. انا كنت في الاول خالص بقطعها، بس بصراحه جات لي الفكره دي ان انا احطها كده تتشوح وهي بحالها، وهي بحالها. وبعد ما تتشوح هطلعها بقى اقطعها. فهي لما بتتشوح كده التقطيع بيكون بالنسبه لها سهل خالص، بيكون بالنسبه لها في غايه السهوله. تقصيها بالمقص، تقطعيها بالسكينه زي ما تحبي. المهم ان انا كده قعدت اشوح فيها كده شويه لغايه ما ايه، ما شربت الميه بتاعتها. وبعد كده طلعتها تبرد. والله كمان قطعتها وهي سخنه، ما كنتش عارفه امسكها. كمان انتوا هتشوفوني وانا بقطعها ما كنتش عارفه امسكها، لان انا كنت بعمل الفيديو، بصور لكم الفيديو عايزه انجز فيه. فاهي بصوا بقى، تعالوا بقى هجيب القطاعه دلوقتي وهبتدي ان انا اقطع بيها. جبت الاول السكينه، معرفتش اقطع بالسكينه لان هي كانت سخنه جدا. اسهل تقطيع للكرشه بالمقص يا جماعه، اسهل تقطيع للكرشه بالمقص. تمام. اهو بصوا، هقطع واحده واحده. جبت البلانشه اهي،
وايه ابتديت ان انا الاول اقطعها بالسكينه، ما عرفتش اقطعها بالسكينه. خلي بالكم بقى، حلويات المذبح دي الناس كلها بتحبها وبتحب تشتريها، وصدقوني ده فيديو من فيديوهات التوفير. الكميه اللي انت هتطلعيها وهتحطيها في رمضان هتكفيكي على اكلتين. يعني انا الكرشه، انا النهارده هعمل لكم الفيديو ده كرشه وممبار. الكرشه والممبار دول انا كنت جايباهم على يومين، على مرتين، خلاص كنت جايباهم على مرتين. فهنا اهو ابتديت ان انا اقطعه فيها بالسكينه، ما عرفتش بصراحه لان هي كانت سخنه جدا، فجبت المقص. بصوا المقص بقى سهله خالص 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 بالمقص. انا حبيت اوريكي، انا عملتها بصراحه بالمقص الكميه كلها، بس سبتها تبرد شويه بس عشان كنت بصور فقلت ايه اوريها لكم. اهي بالمقص سهل خالص خالص خالص، مش هتتعبك. قطعت الكميه كلها وبعدين حطيتها بقى، شطفتها بشويه ميه، غسلتها تاني. انا غسلت الكرشه تاني، دي غسلتها تاني بميه بس، ما عملتش فيها اي حاجه غير ان انا غسلتها بميه. وحطيت بقى البصل اهو كنت فرماه تمام، حطيته عليها، وملح بقى وفلفل اسمر وحبهان، ورق لورا. الحاجات دي بتخلي طعمها جميل وريحتها، ولا بيبقى ليها ريحه ولا اي حاجه. لما تيجي تغسلي الكرشه حبيبه قلبي، تغسليها بملح وتغسليها بخل وتغسليها بليمون وتغسليها بدقيق. ده بعد التنظيف، ده بعد التنظيف. تنظيف الكرشة بيبقى مثلا بتجيبي مية سخنة وتحطي فيها الكرشة كده وتطلعيها المية السخنة دي، علشان خاطر الريحة. لو انت قرفانة من الريحة تبقي عصرة فيها ليمون، تبقي حاطة فيها خل. في ناس بيحطوا فيها شبة تمام. بصوا بتخليها زي البفطة البيضة. فانتوا ده سر من اسرار تنظيف الكرشة، حبيت اقول لكم عليه اهو تمام. هنشوحها زي ما انا قلت لكم كده اهو، الحبهان والورق واللورا والفلفل الاسمر والملح، محطش حاجه غير كده. وبعد كده هضيف الميه، خلاص هضيف الميه، هتتسلق سلقه كويسه. بعد ما تتسلق السلقه الكويسه هنعمل لها تخديعه وخلاص على كده ونحطها في التخديعه. بس لازم تتسلق الاول زي ما انا ايه، حطيت كده معايا واحده واحده كده. تعليم اول سنه ابتدائي، خليكم معايا يا جماعه، خلاص اهو. بعد كده بقى ابتديت ان انا اعمل لها التخديعه بتاعتها. طب التخديعه بتاعتها هتعمليها بايه؟ طبعا احنا كده كده سلقينها وحاطين عليها بصل في الايه، في السليق، فانا مش هحط بصل، انا هحط توم بس. تمام يا حبايب قلبي، هنحط توم بس. هنيجي اهو زي ما انتوا شايفين، ولعت العين وهحط معلقه سمنه، مش كتير، معلقه سمنه صغيره خالص. هنقلي الاول التومه، خلاص اهي معلقه سمنه مش كتير خالص، لان اصلا الكرشه بتكون دسمه. خلي بالك انا بشيل كل الدهنه اللي فيها، كل الدهنه اللي فيها لما باجي انضفها وباجي اعملها انا بشيل كل الدهنه اللي فيها. انا حطيت نص معلقه سمنه وحطيت التومه اهي، خلاص التومه هتتقلى. هنضيف الطماطم. طبعا انا مسبكه الطماطم زي ما انتوا عارفين، التسبيكه بتاعه الطماطم انا مسبكه الطماطم وحطاها في الفريزر. انا كنت جايبه قفص من اللي هو مش كبير قوي، متوسط، وكنت عاملاه ومسبكاه وحطاه في الفريزر برضو عشان خاطر رمضان. فانا دلوقتي ابتديت اشتغل فيه بصراحه من دلوقتي، لان انا يعني مش عندي طماطم، فانا بقى بستسهل وبطلع بطلع كيس الصلصة على طول من الفريزر استخدمه. فيعني ايه، ما بياخدش معايا وقت. فخلاص هنا اول ما التومة هنا هتصفر او تدخل خلاص في اللون اللي هو بصوا مش عايزة ان هي تبقى ايه لونها بني، لا انا مش بحب التوم يبقى ياخد اللون البني. التوم لما بياخد اللون البني الاكل بيمرر، اما طول ما التوم يبقى لونه فاتح كده فالاكل بيبقى طعمه حلو. دي برضو حاجة تكة من التكات اللي انا عايزاكم ايه تعرفوها. اهو بصوا دلوقتي اهي التومه اصفرت، انا نزلت عليها بالطماطم. بصوا اهي زي ما انا قلت لكم هي متلجه، هتفك بقى وكده وتعمل صلصه. بصوا اول ما فكت والله العظيم ثلاثة يا جماعه في منتهى الجمال، ولا حط عليها بنجر ولا حط عليها اي حاجه. بصوا الحمار والحلاوه، وضفت عليها الكرش عادي. وهي ليه؟ لان اصلا الصلصه متسبكه، دي صلصه متسبكه مش طماطم. لا صلصه متسبكه، انا مسبكه، انا مفرزاها صلصه. معلش بقى الدنيا الحله باظت بقى وشكلها، بس شوفوا الكرشه بقى وجمالها وحلاوتها وطعمها، قسما بالله رائع رائع رائع. والله ما بقول كده عشان انا اللي عاملاها، بس هي فعلا جميله جميله. وجربوها بالتكات اللي انا قلت لكم عليها دي.
جميلة وما شاء الله هترمي معاكم كتير. والحلة اللي انا عاملاها دي ما تكفيش مرة، تكفي مرتين. لعيلة احنا 6 افراد هتكفينا على مرتين، جنبها اي حاجة تانية. خلاص تمام. دلوقتي بقى انا هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اعمل تخديعة الممبار. تخديعة ايه يا بنات؟ الممبار. الممبار يا حبايبي انا جبته من عند الجزار، متنضف وعدت عليه تنظيف. وعدت عليه تنظيف. احنا مش يعني انا كنت جايبه الكرشه في يوم والمصارين في يوم. خلاص. حطيت شويه زيت حلوين كده، مش كتير برضو. خلاص. ونزلت فرمت البصل بقى، ونزلت عليه في ال هنا في الحله. خلاص. برضو خد ايه تشويحه. برضو انا ما بحبش. بصوا انا مش من هواة الحاجه اللي ايه اللي بتتحرق. مش من هواة الحاجه اللي بتتحرق. بس انتوا خلي بالكم معايا بقى في تكات الممبار دي، شويه تكات وشويه حركات تحفه، وهيخلوا لك الاكل ايه تحفه كده. ونفسك كده تاكلي ممبار وكرشه كل يوم. خلاص. الناس اللي ما بتحبش الحاجات دي تبقى خسرانه كتير كتير. الحاجات دي والله العظيم 3 جميله. وانتي بتعمليها، لو طلعتي كيس كرشه جنبها شويه رز بشعريه هتمشي اليوم. لو مثلا حمرتي جنبها بطاطس، حمرتي جنبها ممبار، حمرتي، هتمشي يوم. خلاص. فشوفوا بقى التكات والحركات اللي انا هعملها في الفيديو ده اهو. هي بقى ايه الحروف ابتدت كده تلون معايا. خلاص اهي. انا لما الحروف بتبدا تلون معايا كده خلاص بقى اعرفي ان انا إيه كده يعني خلاص قربت ان انا ايه هضيف الطماطم. تمام. بصوا بقى لون البصله اهي دخلت في اللون الذهبي، فانا ضفت على طول. انا ما بستناهاش بقى تتحمر بقى ويبقى لونها بني كده، ما بتبقاش حلوه خالص. خلاص اهو. بصوا بصوا الجمال والحلاوه بتاعت الصلصه دي. برضو ده كيس صلصه برضو متفرز. بصوا ولا اسهل ولا اروع من كده. بصوا بعد ما خلاص خدت فكت بقى الصلصه مع البصله، ولا اروع من كده. ادي الفلفل الاسمر، ادي الكمون، ملح. تمام. ما بحطش حاجه غير كده، وشويه شطه صغننين خالص خالص خالص، يكسروا ايه يعني، يدوا يعني مش حمو والله العظيم مش باينه فيه اصلا. مش يعني الشطه مش باينه فيه اصلا. يعني انا حاطه رشه بسيطه خالص خالص خالص، علشان برضو انا عندي اطفال، وعشان خاطر برضو ما تتعبش المعده وكده، فحاطه سنه شطه صغيره خالص. تمام. والملح بقى اهي. بصوا مش مكمله نص معلقه. المهم بقى غسلنا الرز بقى. جينا بعد كده بقى بعد ما خلصنا الصلصه الجميله دي بقى، دخلنا بقى على الرز بقى، غسلناه وصفيناه بقى تصفيه حلوه كده. وقطعنا بقى الخضره بقى. وبعد بقى انا بصوا يعني انا جبت الممبار دوت متنضف يا جماعه. خلاص. مش ما فرقتش 10 جنيه زياده هتدفعيها في سبيل راحتك وفي سبيل وقتك. ما فرقتش. او مثلا احنا عندنا هنا التنظيف في 10 كيلو ب10، ال2 كيلو ب20 كده. كل ما تزودي كيلو هتدفعي 10 جنيه زياده. فانا كنت جايبه 2 كيلو بصراحه. بصوا بقى ال2 كيلو رز، الكيلو ممبار عليه كيلو ونص رز. الكيلو ممبار كيلو ونص رز. دول انا جايبه 2 كيلو ممبار. خلاص. يعني هو يعني انا حاسه ان هما مش 2 انا حاسه ان هما 2 الا ربع بس. بس احنا يعني ايه واخدينهم على 2، ما علينا. بصوا بقى اهو. بصوا بقى الصلصه وجمالها وحلاوتها. والله العظيم 3 تحفه 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 تحفه. والطعم تحفه والريحه تحفه. ومش عايزه اقول لكم بقى انا هعمل لكم تكه دلوقتي في الميه بتاعه الممبار هتشوفوها. ولا بص جميله جميله جميله. بصوا بقى وانا بحشي خلي بالكم الكاميرا مفتحه لون الرز كان لونه حلو. ما كانش اللون ده خالص. الرز كان لونه مثلث واحمر. ما كانش اللون ده يعني الكاميرا مفتحه لون الرز. انا وانا بحشي بمسك الممبار بصوا بفتحه كده يعني بفتحه من الجنب ده والجنب ده واشتغل على طول حشو. انا حشيت معاك واحده بس، والباقي كله انا حشيت طبعا. وانا انا دي كنت حشاها وانا واقفه جنب الكاميرا، فما كنتش مالكه قوي. بس انا عايزه اقول لكم ان بصوا لازم تخلوا حشو الممبار مفضي، يعني ايه مهوي. ما تكتموهاش. كل ما تحطي فيها رز اكتر هي اصلا بتبقى ايه اتخن. بس انا مش عايزاكم تكتموا الممبار، وعايزاكم بقى في التسويه توطوا العين. يعني ياخد له مثلا ربع ساعه كده على عين عاليه، على نار عاليه. وبعد كده هتوطوا بقى العين عليه، وتسيبوه بقى مع نفسه يعيش بقى مع نفسه. بصوا انا يعني ايه. بصوا متبطبطه ازاي، ما تبقاش منفوخه. هي اصلا كده كده لما بتنزل جوه الميه بتتنفخ. فانتوا ايه خلوا فيها ربع يعني ايه، ربع ايه مهوي. يعني مثلا ايه احشوا يعني
احشوها ربع مهوي خلاص. بصوا بقى يا جماعه، انا في ميه الممبار دي عملت ايه بقى يا حبايب قلبي. انا في ميه الممبار دي حطيت طماطمايه اهو. بصوا دي الكميه اللي انا حشيتها. ما كنتش كمان خلصت الكميه كلها، هو بسم الله ما شاء الله رمى معايا كتير. خلاص. دول 2 كيلو رموا معايا كتير ما شاء الله ما شاء الله يعني. دي كانت نص الكميه اللي انا حشيتها، وهرجع تاني اسوي نص الكميه تاني. بس انا عايزه اقول لكم بقى انا حطيت ايه في الميه. بصوا يا حبايب قلبي، انا حطيت معلقه صلصه متسبكه في الميه، وحطيت طماطمايه وبصلايه زي ما انتم شايفين، وملح وفلفل اسمر بس. بصوا شكل الممبار، بصوا الجمال والحلاوه، والله العظيم تلاته كان تحفه. كان تحفه، مش بشكر فيه، بس تجربوا الحاجات والتكات اللي انا بقول لكم عليها. دي الكميه اللي انا عملتها، وكمان خدنا منها طبق كبير. الولاد لما شافوه بصراحه طبعا من زمان ما كانوش كلوه، قالوا لنا بقى حمر لنا بقى. حتى الكرشه دي انا خدت منها برضو طبق كبير برضو لجوزي، هو بيحب ياكلها بصراحه، فانا خدت له منها طبق كبير برضو كل منها. بصوا بقى الكميه اللي فضلت عملت طبقين، يعني كيسين كرشه. كيسين الكرشه دول كل كيس فيه طبقين خلاص. وادي الممبار عملوا كيسين غير الطبق الكبير اللي انا خدته للغدا. هتشوفوا معايا دلوقتي. هتشيليهم لرمضان، هتطلعي على طول الممبار يفك وتحمري، هتطلعي كيس الكرشه يفك من الصبح وتروحي جايه عاملاه. بصوا بقى ده كان غدانا بقى، سلطه، طبق سلطه، وخدنا طبق الممبار الكبير. بصوا ما شاء الله غير الكميه اللي انا وريتها لكم اللي انا عينتها. تمام. ودوت صدر فرخه، اقسم بالله صدر واحد فرخه انا كنت مقطعاه اهو، علشان خاطر، وكنت عاملاه عشان خاطر نتغدى بيه للولاد اهو. بصوا ما شاء الله صدر ورخه، يعني صدر فرخه واحد رمالي الطبق ده كله، من غير الكتاف بتاعته، من غير الهيكل بتاعه كمان. وده كان غدانا. وبصوا شكل الممبار ولونه. بصوا الصلصه بتدي الممبار لون رهيب، يعني اللون ده تلاقيه في المطاعم، تقولي طب هو لونه متحمر قوي كده ليه؟ لان هم